صينية الدجاج بالبطاط والجزر، وصفة عجيبة راح تعجبكم وتعجب أولادكم. عندنا 4 صدور من الدجاج مسلوقين بالمطيبات، يعني مثل سلق المكبوس، ومقطعينهم مثل الشاورما، و4 حبات بطاط مقطعينهم دوائر بحجم 1 سنتي ومحمرينهم بالزيت الحار، جزرة كبيرة مبشورة، بصلة كبيرة مقطعة جوانح، 1.5 علبة من كريمة الطبخ، وعلبة جيمر، ملعقة كبيرة من السماق، ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. يلا نشوف شنو راح نسوي. حمرنا البصل، بعد ما تغير لونه حطينا الجزر، نسكر عليه شوي على ما ينضج الجزر، ونضيف له الدياي. لاحظوا ان الدجاج مستوي. آخر شيء راح نضيف له السماق ونخلطه عدل. يلا نسوي الخلطة. راح نخلط الجيمر مع الكريمة، ملح، فلفل أسود، نخلطهم عدل. بعد ما نخلطهم نتأكد إذا الدياي يبي له ملح، نضيف له شوية. أحتاج صينية تدخل فرن، بايركس اللي تبونه. أول شيء نصف البطاط ونحط عليه شوي من الصلصة، وبعدها الدياي ونحط شوية، ما نقرق وايد، لا شيء بسيط، يعني بطاط وبعدين خلطة الدياي مع الجزر وبعدين البطاط آخر شيء، ونرد نحط من خلطة الكريمة مع الجيمر. ما تتصورون شلون هالوصفة هذه لذيذة. وآخر شيء راح نحط جبن موزاريلا مع شيدر، وهم ما نقرق الموضوع وايد. فرن متوسط الحرارة من فوق وحدر، ما بس نشوف الجبن يذوب طاع الشكل، نطلعها من الفرن. يا سلام، عجيبة.